تعبير عن تجربة السنة الأولى في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، جاء فيه أن من أهم مبادرات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق استراتيجية حقوق الإنسان والحريات في مصر وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وإعلان عام 2022 عاماً للمجتمع المدني. وأشار التقرير إلى الدفع بتولي المرأة للمناصب القضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة. فجاءت هذه المبادرات والقرارات تعزيزاً للحريات العامة وبالأخص حرية الرأي والتعبير والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، وترسيخاً لقيم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان. واشتمل التقرير على أهم الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026 مع التركيز على أبرز ما تحقق من مستهدفاتها حتى نهاية أغسطس 2022، وذلك في إطار اطلاع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمهمة تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة التقدم المحرز من قبل الجهات الوطنية في تحقيق تلك المستهدفات. رجعنا لكم مشاهدينا مرة تانية وبنكمل مع بعض حلقتنا النهاردة وأسرة يوم الأربعاء، وكل التحية للزميل محمد الجندي والكاتب الصحفي الأستاذ علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط في الفقرة السابقة. النهاردة هنتكلم شوية عن اهتمام الدولة المصرية بالنهوض بمستوى الحريات وحقوق الإنسان وترجمة ما نص عليه الدستور المصري إلى برامج واستراتيجيات ومبادرات. اسمحوا لنا يكون معانا النهاردة في هذه الجلسة سيادة المستشار خالد الطناني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. أهلا بحضرتك. الحقيقة واحنا بنتكلم على حقوق الإنسان بشكل عام دايما بيبقى فيه نوع من أنواع التطوير، يعني أنا بتكلم على استراتيجيات الدولة المصرية مع الآليات الدولية والآليات الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، وهذا ما تفعله بالفعل في الوقت الحالي الدولة المصرية. مساء الخير اولا على حضرتك وعلى زملاء مصر جميعا. تسمح لي بس حضرتك في البدايه بقول اذا كانت الدوله المصريه كانت سباقه في اغاثه الشعبين السوري والتركي في محنتهما، فبقى ارجو ان انا اكون من خلال التلفزيون المصري تلفزيون الشعب ان انا اوصل رساله شعبيه من كافه طوائف الشعب دعم ومسانده لاشقائنا واصدقائنا في كل من سوريا وتركيا. نحن معهم ان شاء الله، وربنا قبل كل حاجه معهم ان شاء الله ياخد بايديهم ويقينا واياهم شرور الاقدار في المستقبل ان شاء الله. حضرتك الحقيقه يعني دايما الحديث متصل، ونكمل على ما بدأناه في لقاء سابق من حوالي شهرين في الحديث عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لمكافحة حقوق الإنسان في مصر، وهي طبعا بلا شك مش منفصلة. لا هي يعني جزء برضو من حقوق الإنسان هي مكافحة الفساد. دي حقيقة فعلا. عايز أقول حضرتك إن احنا للمرة الأولى في تاريخ مصر يتم دمج الاستراتيجية الوطنية بأهدافها لحقوق الإنسان في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2022-2023 للعام المالي الحالي، ودي الحقيقة شيء مستحدث وكان تم استهدافه فعلا في عند وضع هذه الاستراتيجية أو بنودها في سبتمبر 21. نيجي نشوف اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة معالي الوزير السفير سامح شكري وزير الخارجية، وتقريرها الأخير اللي اتقدم برئاسة الجمهورية بنشوف الأهداف والمقومات اللي بتعمل عليها الدولة بأكزتها، وبدأت فعلا تترجمها من مجرد محاور أو أهداف يعني كودية أو نظرية على الورق إلى تطبيق إلى أرض الواقع. في ده هنقدر نتكلم عندنا 4 محاور أساسية كما هو معلوم وكما سبق وأشرنا إليها إجمالا، ويمكن اليوم ناخد شيء من التفصيل فيها، اللي هو المحور الأول الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، المحور الثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المحور الثالث خاص بحقوق فئات الشعب معنا من مرأة وطفل وذوي احتياجات وشباب وكبار سن إلى آخره. المحور الرابع وده الحقيقة يعني أنا يعني أرجو إن احنا في حلقات الوظيفة العامة في مصر
وسيما الحلقات القياديه الوسطى والادنى ان هي لا تستخف به، وانه بقراه ان هو محور اذا كان رابع فبعتبره ان هو في المقام الاول هو المكمل واللي بيأتي الثمره اللازمه لهذه المحاور السابقه، الا وهو محور التثقيف واشاعه ثقافه حقوق الانسان في مصر. ودي الحقيقه عشان برضو خليني ابدا وان كان هو المحور الاخير في ترتيب المحاور الورد الخاصه في الوثيقه اللي انا عايز ابدا بيه بيه واقول ايه مفهومه ايه ومضمونه ايه. نحن النهارده بنشوف تقصد حضرتك اللي هو المحور الرابع الخاص بالتثقيف فيما يخص حقوق الانسان إشاعة والياتها ثقافه حقوق الانسان لدى كافه اطياف المجتمع، سواء حكومي او اهلي او حتى على مستوى الافراد والنقابات الى اخره. تمام. بنيجي في الصداره منها بنلاقي في مجال يعني ويقدر هو من المحور ده فعلا نقدر نعرف منظومه او اهداف استراتيجيه حقوق الانسان بشكل اكثر تبسيطا للمجموع. اللي هو ايه حضرتك؟ ايه الاليات يعني بيتمثل فيه حضرتك او ايه هو الاجراءات او اليات تنفيذه، يعني فكره نعم. التثقيف في حد ذاته هي محتاجه اليات ايضا. برافو، هو دي الاليات. هي بس مشكلتنا كلها، ويمكن سيد الرئيس يعني في حوارات سابقه له دايما قال دايما احنا عندنا اهداف نبيله، هي اشكاليتنا في الاليات او طرق ووسائل التنفيذ. الحقيقه انا بشوف ان في جهود جباره في العام المنصرم اللي بيعتبر بدايه العام الاول او سنه اولى استراتيجيه وطنيه لحقوق الانسان، ان احنا النهارده اصبح ادارات او اقسام حقوق الانسان في كافه منظومات العمل الرسمي والشعبي منتشره بشكل ملحوظ جدا. على سبيل المثال النهارده برامج التدريب والتدريس في أكاديمية الشرطة ومعاهدها وكليات تابعة لها كلها لازم بيتم التعاطي مع مادة أساسية لها. بلاش كده، حتى عندنا احنا كقضاة وعدايات قضائية دائما فيه دورات للمبتدئين او اللي بيدخلوا الوظيفه القضائيه في بدايه السلم القضائي، بل واكثر من ذلك لمن هم موجودين فعلا في الخدمه القضائيه. دايما فيه نوع من انا في التلفزيون المصري وغيره من القنوات الحقيقه بقرا ان في حديث متصل ومتواصل عن مساله حقوق الانسان، بيبقى فقط هو زي ما بيقولوا صدق النوايا، وان احنا دايما ما يكونش دايما يعني الترديد او حتى التنفيذ ما يكونش مجرد آلة صماء، نحن نترجمه لحاجات واهداف ملموسه لدى الاخرين. ويمكن اتفضل حضرتك. لا انا عايزه اقف عند الجزئيه الخاصه بالمحور الرابع وهو التثقيف زي ما حضرتك قلت. كان الهدف من ايه من وضع هذا المحور تحديدا؟ من وضع هذا المحور تحديدا، لانه الحقيقه زي ما حضرتك قلت هو هرجع مرة تانية لمقولة السيد الرئيس إن الدولة لوحدها أو الحكومة لوحدها أو الأجهزة التنفيذية بل وحتى معها الأجهزة القضائية لوحدها مش هتكون كافية في تثبيت أركان استراتيجية حقوق الإنسان لدى الشعب. إذا أنا محتاج أعمل تعميم. برافو، ثقافة شعب. ثقافة شعب إزاي؟ كل واحد يعرف واجبه كموظف عام أو حتى منخرط في العمل الأهلي وخلافه، واجباته في مراعاة هذه الاستراتيجية، بل أكثر من ذلك اللي هو حق المواطن نفسه، لابد المواطن نفسه يكون ملم بحقه. يعني هنا التثقيف هو رفع الوعي بحقوقي وواجباتي. فيري جود، تمام. يعني إذن الوعي هو إشاعة الوعي بثقافة حقوق الإنسان لدى الجماعات والأفراد من نقابات مهنية وعمالية، من هيئات قضائية، من أجهزة شرطة، كافة المتعاملين على مستوى الرسمي والشعبي. طب دي بتتأتى ازاي حضرتك؟ ناخد على سبيل المثال فيما يتعلق بالمجال اللي نشر بانتمائي اليه الا وهو الوسط القضائي. يعني نيجي النهارده نشوف هناك دورات معتادة ومنتظمة لتوصيل هذه الأهداف هذه الاستراتيجية الوطنية لكافة العاملين في الوسط القضائي من أعضاء قضائية، بل وحتى الموظفين وأعوان القضاة اللي هم بيساعدوا في تطبيق هذه الاستراتيجية. طيب الأهم من ذلك في حاجات تانية، إن وزارة العدل مع التنسيق مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية نحن النهارده انخرطنا بشدة فيما يسمى ميكنة التقاضي أو القضاء الإلكتروني، وده أصبح شائع بنسبة يعني تقريبا تقارب 100% في المحاكم الاقتصادية.
وإن كان طبعا بنحتفظ إلى أجل ما ببعض السجلات علشان يعني مواكبة التقدم أو طبيعي كفترة انتقالية، بل أكثر من ذلك إن حتى في القضاء العادي أصبحت محاكم إلكترونية. نعم بالظبط، هذا ما أقصده. ده سرعة التقاضي، لأنها يعني المحاكم الاقتصادية مرتبطة كمان بالمستثمرين. نعم، وبالاستثمار ومشاكله، وإن احنا لازم دايما نكون، وأعتقد حضرتك دايما تعلمين، وده أمر يعني إن احنا حتى العالم سبق في إن مش مجرد فقط التقاضي، ده حتى الوسائل البديلة للتقاضي بقت أمر لازم يكون متاح ومطروح علشان نقدر نيسر عملية تيسير وإتاحة الفرصة لعدد وكم أكبر من المستثمرين من حيث العدد والتنوع المحلي والعرب والأجنبي. هتكون محاكم منفصلة، ما يبقاش فيها الأدوار وما يبقاش فيها الوقت الكتير، ويبقى في سرعة التقاضي فيها مهمة. وزارة العدل متبنياها من فترة، اللي هي الفصل بين المحاكم الجنائية والمدنية والمحاكم الاقتصادية، بل وطبعا في الصدارة منها محاكم الأسرة. ودي برضه أحد محاور مهمة جدا في استراتيجيتنا لحقوق الإنسان. الأهم من ذلك في مسألة تانية، في مسألة الحريات المدنية، اللي هي دايما بتبقى إيه يعني أول ما نتكلم عن حقوق الإنسان يتبادر الذهن دايما الحقوق المدنية والسياسية قبل غيرها. أنا طبعا لا أقلل منها، بل بالعكس هي واحدة من مجموعة حقوق. نعم. نيجي مثلا في مسائل زي تجديد الحبس الاحتياطي أو استئنافه، أصبحت النهارده متاحة عبر التطبيقات الإلكترونية والدوائر التلفزيونية المؤمنة، ودي فضلا عما يعني تكفله أو تحققه من توفير للنفقات وللوقت والجهد والعبء الشديد جدا اللي كان على أجهزة الشرطة في مثل هذه الأمور. وكم شفنا إن حتى في محاكمات الإرهاب وفي تجديد الحبس والمحاكمة كم من إرهابي كان بيحاول يهرب في أيام انقضت إلى آخره. ولكن احنا بنقول حتى كمان إن هي حتى بتكفل نوع من حق الإنسان في الحرية أو في الراحة الجسدية، اللي هي أحد مقومات حقوق الإنسان. إن أنا النهاردة كون الإنسان يعني ينجز مهمته في التقاضي أمام محكمة الجنايات أو المحكمة الجنائية، سواء من محاكمة نهائية أو في أثناء التجديد واستئناف الحبس من خلال منظومة إلكترونية وهو موجود في المكان احتجازه، فده أنا أعتقد ديت نقلة نوعية كبيرة جدا للدولة المصرية. نيجي لحاجات مهمة جدا، ننتقل لمحور آخر. يعني أنا بحاول سريعا أن أنا أغطي يعني حاجات زي محور المرأة وحقوق المرأة. النهارده بنتكلم على مرأة، وبنتكلم على طفل، وبنتكلم على مسنين، وبنتكلم كمان على ذوي. وإن كان هي طبعا لا يفوتني ويشرفني جدا ان انا كنت من اول من في الوسط القضائي من نادى بحق البنت المتفوقة في اعتلاء منصة القضاء المصري، سواء في القضاء العادي أو في مجلس الدولة، بل والعمل من بداية السلم في وظائف مجلس الدولة والنيابة العامة، واللي كانت حكر على الذكور فقط إلى العام الماضي. النهارده بنشوف إن إعلانات التعيين اللي نازلة وظيفة معاون نيابة عامة أو مندوب مساعد في مجلس الدولة لا تميز بين هذا وذاك. دي في حد ذاتها أمور يعني الحقيقة بشوف إن هي إحنا لا في قفزات وتطبيقات جريئة جدا يعني، وطبعا وما زلنا بنطمع في المزيد، ما بنقولش. هو الحقيقة يمكن حقوق المرأة يعني حصل فيها نوع من أنواع الطفرات السريعة. والله يعني حسب المرأة أو بيكفيها بأمانة، يعني إن دايما بنشوف مدى الإشادة يعني والمساندة اللي بتتلقاها من القيادة السياسية في كل محفل وفي كل مناسبة، ما من مناسبة أو في أي محفل إلا والسيد الرئيس دائما بيعطي المرأة حقها، وهذا حقها. وأنا دايما بقول دايما إن المجتمع الذي يطرح المرأة من حساباته فهو يسير على قدم واحدة أو على ساق واحدة، أو ينتقص من حقوقه هو مش من واجباته، ينتقص من حقوقه نصفها ابتداء. يعني قبل أن يبدأ هو بيبدأ بيد واحدة أو بقدم واحدة. وده يمكن في دول، مش هتكلم فقط عن الدول الغربية، ده هو مثلا دولة زي المغرب اللي كانت يعني الحقيقة برضه لها تجارب سباقة في مجال إتاحة عمل المرأة وخروجها العمل، بل في مصانع السيارات وفي غيرها من الصناعات، إن ده كان أكبر مساهم في زيادة الناتج القومي المغربي. فاحنا النهارده معلش، احنا مصر ام الحضاره، واللي كانت فيها الملكه والوزيره وقائده الجيوش
منذ زمن بعيد او منذ فجر التاريخ لا يليق بان احنا نتخلى في هذا الركب. وفعلا احنا في السنوات الاخيره وحتى قبل اعلان الاستراتيجيه كنا الحقيقه سباقين فيها وخدنا خطوات فيها تحت قياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا ملف ذوي الاحتياجات الخاصه الحقيقه اولاه برضو السيد الرئيس والسياسه القياده السياسيه بشكل عام الكثير من الدعم، وحصل أيضا الكثير من النقلات السريعة وعن استحقاق لجزء من المجتمع لا يتجزأ منه الحقيقة هي ذوي الاحتياجات الخاصة. حقوق كانت مهدرة لأنها بالفعل هي حقوق. هي الحقيقه انا مش هقول كانت مهدره، ولكن برضو دعينا نتكلم. كانت مهدره لانه كان عندهم حقوق كتير مش واخدينها. لا الحقيقه بنقول دايما هي ايه، يعني لعن الله الفقر. يعني دايما هي كانت يمكن ايه عوز او حاجه الدوله المصريه وقله امكانياتها يمكن صرفتها كثيرا عن الاهتمام بامور اكثر استهلاكا او اكثر ارضاء للراي العام الى اخره. ويمكن السيد الرئيس كان بدايه تفجيره لهذا الامر او لهذا التوجه لامال ان احنا يمكن بنرزق او بيصيبنا الخير من عند ربنا مع الناس ديت. يعني النهارده يعني انا بشوف ان الاسره اللي بتحتضن طفل او طفله او شاب او شابه من ذوي الاحتياجات هي اسره تستحق لقب بطل او تستحق نشان بطوله بمعنى الكلمه. وسما الحقيقه بلتقيهم في اماكن عامه كثيره وبشوف مدى اهتمامهم بيهم، نظافتهم، تعليمهم، تربيتهم، تدريبهم. هو في فتره ما كان المعول الرئيسي للوقوف الى جانب ذوي الاحتياجات الخاصه كانت الاسر رقم واحد، وكانت للاسف كانت في معاهم معاناه كبيره مع سواء المدارس سواء التوظيف، كل ده يعني عقبات كتير دللت. هو ده اللي بنقوله لسيادتك ان ده حضرتك زي ما اتكلمنا فيما يخص المراه المصريه كان كذلك فيها ده احدى طوائف المجتمع. ما ينفعش ابدا ان انا اكون مجتمع، يعني هي دايما هي بقول لحضرتك ان احنا الدوله كانت يعني الحقيقه يقظه جدا في ان هي من سنه اولى استراتيجيه ربطتها وربطت اهدافها بخطه التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه، لان مش هينفع لا تنفكان. يعني بمعنى اخر ان انا زي بيقولوا ان احنا دايما المبادئ والقيم والمثل اما دايما بين ضفتي او دفتي الكتاب فهي زي كالصرخه في الفضاء، يعني ما لهاش اثر في الواقع. ودي في حاله ذات سوري يعني الناس يقول لك ده مش هتاكلني عيش. فهي علشان كده ببساطه شديده جدا الدوله المصريه ارادت ان تنزل بهذه المبادئ وتلك المثل من عليائها الى ارض الواقع، وهي ايه؟ ادماجها في خطه التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه. وزي ما بقول ان استبعاد اقصاء المراه او ذوي الاحتياجات او او حتى كبار السن من حساب المجتمع فهو اقصاء او طرح من قدرات المجتمع. بالظبط، لا يليق. الحقيقه كمان في جزئيه مهمه كمان فيما يخص الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان وهي حقوق السجناء. وطبعا احنا شفنا كثير من المبادرات الخاصه بالعفو الرئاسي اللي عملت برضو نوع كبير قوي من النقله النوعيه فيما يخص العفو على بعض السجناء والحاله العامه داخل السجون المصريه. الحقيقه حضرتك بتشير لجزئيه مهمه ان مساله انا اسف بقى يعني هي ايه لاشاعه الثقافه والوعي بثقافه حقوق الانسان هنترك هذا المسمى الذي كان اسمه سجناء اصبحوا اسمهم نزلاء بنص القانون 14/22. ما احنا برضه دي الفاعليه اللي هو التطور التشريعي واللائحي والتنظيمي. فهو النهارده ما بدات مصر الحقيقه ودي كانت جزئيه مهمه جدا رغم ان للاسف الشديد اعداء النجاح اخذوها فتره نوع من السخريه ما دام اذا انت عملت كتير. يعني كنا فتره بنشتكي من عدد ان احنا ما بنعملش، الان بنتشكى ونتبكى ان احنا بنعمل كتير. لا انا اسف جدا، لابد ان نعمل ونعمل. وزي ما قلت قبل كده في مره قبل كده كافه المشاريع القوميه هي القاطره الاساسيه لحقوق الانسان في مصر، واولها حق التشغيل.
ولولا هذه المشاريع المنتشرة في ربوع مصر من أقصاها إلى أقصاها كان شوفي كم البطالة هيكون إيه. نيجي الموضوع نزلاء وما بيقولوش كان اسمهم سجناء بالسجون، لا بقى اسمهم نزلاء بدور الإصلاح والرعاية. تحول اسم وموضوع المسميات ديت أصبح ضروري وأساسي جدا، إن إحنا لابد ان هو يكون مقدمه وراس حربه للفعل على الارض. واذا كنا اتكلمنا في الدقائق اللي فاتت عن الفعل على الارض، فبنقول المسميات دي شيء ان اصبح مفيش حاجه اسمها سجين، اسمه نزيل بيتم رعايته في دور رعايه واصلاح وتاهيل على اعلى مستوى، يتم فتحها لكافه وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني في مصر وفي الخارج. فيه رقابه شعبيه قبل ما تكون رقابه رسميه. وقبل كده بقول ان نفس دور اكاديميه الشرطه ومعاهدها وكلياتها اصبحت سباقه في تدريس هذه الماده واشاعه هذه الثقافه. في النهايه بقول حفظ الله مصر من كل سوء ومكروه، وان شاء الله بقول القادم افضل، القادم افضل، وان دايما كل تقدم وكل ازدهار لابد ان يسبقه محنه، والمحنه هنا عالميه ودوليه وليست ليس معنى ذلك ان نقلل مما نعانيه. ولذا السيد الرئيس قال في رسالته مؤخرا في ملتقى الحكومات العالميه في دبي مساندتهم. بنشكر الشعب المصري بكافه طوائفه طبعا في تحمله لتبعات الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي. الحقيقه يمكن هي فيما يخص الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان فيها تفاصيل كتير جدا، ويمكن هنعملها في حلقات تانية باذن الله. يمكن دي حلقات ممتده عملنا منها اكتر من حلقه، ولكن يمكن الحلقه القادمه هنتوقف شويه عند تنفيذ هذه الاستراتيجيه على ارض الواقع بتشريعات بالفعل. ضروري جدا. انا بشكر حضرتك جدا. ضروري جدا فعلا. ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا سياده المستشار خالد الطناني نائب رئيس هيئه النيابه الاداريه. ميرسي يا فندم. شكرا جزيلا. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، وان شاء الله بكره اسره جديده وبشر مصر. الى اللقاء.